السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض الرز بلبن بتاع المحلات. تحفة جدا وسهل جدا وكريمي جدا والطعم ولا اروع. هنحط شوية مكونات فيه كده ونعمل فيه شوية تكات هيخلوه طعمه ممتاز جدا واحلى من الجاهز بمراحل كتير. يلا بينا نشوف عملناه ازاي ونشوف طريقة التحضير ان شاء الله عملناها ازاي وسهلة جدا. يلا بينا. بص، مبدئيا عندي هنا جبت شويه ميه، حطيت عليهم كوبايه رز بعد ما غسلته. حطيت كوبايه الرز في الميه دي، يعني هسلق الرز بتاعي في الميه. حابه تسلقيه في اللبن، مش هقول لا يعني، بس انا بحب دايما اسلق الرز كده بره وبعد كده احطه في اللبن. بحس بطعمه بيكون احلى سبحان الله يعني. طبعا سواء تحطي كوبايه او نص او الربع براحتك خالص، حسب عدد افراد الاسره وحسب ما انت عايزه تعملي قد ايه. تمام. هقلب الرز طبعا كده واخلي ايدي فيه دايما كده علشان ما يمسكش مني ولا يشيط مني ولا حاجه، لحد ما يستوي خالص ويشرب الميه دي واحس ان الرزايه خلاص استوت. وبعد كده ايه، هنزل بالاضافات بتاعتي او هضيف ايه اللبن. لسه هنا شويه كمان. اول ما الرزايه تحس ان هي استوت خالص كده، نزلت ايه باللبن. اللبن هنا عندي، انا عندي هنا ايه مقدار كيلو ونص لبن. هنزل بيه على الايه، على الرز بتاعي واخليه يكمل سواه فيه. ان شاء الله لو جربت الرز بلبن بالطريقه دي هيعجبكم جدا وهيعجب الولاد ومش هيروحوا ياكلوه في المحلات بره ولا حاجه. اول ما الاقي الرز بتاعي بدأ يشرب اللبن او بدأ يخش في السوا بتاعه المظبوط يعني تمام. بصي، هو مبدئيا الرز بتاع بره ما بيهروش قوي، بيبقى الرز بلبن بالحبه بحبتها، مش مدعوك قوي او مستوي قوي يعني. تمام. اول ما الاقيه يغلي غلوتين كده والرز بتاعي بدأ يشرب اللبن، هجيب نص فنجان سكر ونص مج سكر واحطه على المقدار ده. انا بحبوش مسكر قوي، انتي حابه تزودي السكر ده حسب الرغبه. تمام. ولازم احط طبعا ايه ذره ملح كده عشان يبين الطعم ويخليه لذيذ. متنسوهاش يعني، ذره الملح دي مع الحلويات بتفرق كتير. حطينا الملح، هنقلب برضو. نار هاديه، طالما الرز بتاعك يغلي تخلي النار ايه هاديه. ده اول سر من الاسرار. هنحط معلقتين كبار من اي كريم شانتيه عندك. بس مش هنحطهم طبعا واللبن على النار سخن كده، لا. هجيب نص كوبايه لبن احط فيها معلقتين كبار كريم شانتيه ومعلقتين كبار ايس كريم فانيليا ومعلقتين لبن بودر، وهدوبهم في نص كوبايه اللبن وهنزل بيهم على ايه، على الرز باللبن بتاعي. لو حطيتيهم هو على النار سخنه هيكلكع منك ومش هيدوب ومش هيبقى ظريف. تدوبيهم في اللبن البارد وتقلبيهم كويس وبعد كده تنزلي بيهم. اول طبعا ما تحطي خليط ومعلقه نشا، معلقه النشا مع الايس كريم والكريم شانتيه، الرز اللبن بتاعك هيلف على طول. ننزله واول ما يهدى نبتدي بقى ايه نصبه في الاطباق. دي الاسرار بتاعتي كلها. ما تنسيش كمان تحطي ايه ذره فانيليا. انا حطيت فانيليا بس ايه ما جاتش. كمان حابه ريحه اللبن وطعم اللبن والايس كريم، يبقى ما تحطيش، بس الفانيليا او الورد يعني حلوين قوي. بعد كده هفضيه في الاطباق بتاعتي واسيبه كده يرتاح هنا، واسيبه يرتاح هنا كده على الرخامه. وبعد كده ايه لما يبرد احطه في التلاجة. بس طعمه غني جدا ما شاء الله يعني. كل اللي ولادها مغلبينها ما بيرضوش ياكلوا الرز بلبن. ان شاء الله تحطي التكات دي هيودي الطعم في حته تانية خالص، هيخليه ما شاء الله يعني روعه جدا. بتمنى تجربوه بطريقتي وتعملوا التكات اللي فيه دي، هيبقى احسن من اي رز كلتوه في حياتكم. ولو عملتوه بالطريقه دي وعجبكم ما تنسونيش بقى من دعوه حلوه ولايك واشتراك في القناه.
وتبعتوا الفيديو لاصحابكم كلهم عشان يعرفوا طريقه تكات الرز بلبن بتاعت المحلات. وان شاء الله الفيديو يعجبكم يا رب، عشان تشيروا الفيديو بقى لاصحابكم عشان ايه القناه تكبر بيكم. بصوا بقى ما شاء الله، من قبل ما ادخله التلاجة ولا حاجه، مجرد بس ما كملت كل الاطباق. بصوا ما شاء الله تحفه. بتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش بقى ايه دعوه حلوه من القلب والاشتراك وتعليق حلو منكم يفتح النفس. وانتظروني ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير باذن الله. شايفين الجمال ولا اروع، والطعم حكايه. الايس كريم والكريم شانتيه واللبن البودر حطوا الرز بلبن في حته تانية خالص، ولا كانه زبده قشطه. بتمنى الفيديو يعجبكم والرز بلبن بتاعي يعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وانتظروني في فيديوهات تانية كتير ان شاء الله. سلام.